مباراة بمستوى عالمي راقي جدا خاضها أشبال الجزائر فكانوا الأقرب للفوز لولا الحظ. شوط أول برز فيه رفقاء زهير نعيم وتألق فيه كالعادة الحارس خليفة غضبان، وبدعم قوي من الجماهير حضر الفريق الوطني بنفس آخر في الشوط الثاني. عدل فيه المنتخب النتيجة ثم تفوق لأول مرة مع هلال نور الدين ليتواصل التعديل من هنا وهناك حتى الدقيقة الأخيرة. دقيقة أبدع فيها أشبال ربح غربي غير أنها لم تبتسم في آخر كرة، فكانت النتيجة تعادلا بواقع 24 إصابة للجزائر ولكرواتيا في واحدة من ليالي كرة اليد الجزائرية. هذه المباراة كنا متوقعين الفوز باسكو كان شوية تعب علينا ومام هما كانوا تعبانين شوية وين كنا قادرين نربحوا هذه المباراة، مي تعادل أحسن من الخسارة. Ils étaient un peu plus puissants parce qu'au niveau gabarit, c'est ça qui fait la différence. On a cru jusqu'à la dernière minute et on pouvait gagner, mais il ne faut pas être gourmand. Match nul, ça suffit. ما يفعله الجمهور جميل جدا لأنه يمنحك الدافع أكثر، وأود أن أهنئ الجزائر فعلا على أدائها القوي اليوم جدا جدا. مباراة واحدة أمام السعودية تفصل الفريق الوطني والجمهور عن الدور الثاني لبطولة العالم بالجزائر.